مهندس صمم كوبري على أساس إنه يشيل حمولة 2000 طن، وكان تصميم رائع جدا. وجه اليوم الافتتاح وبدأت العربيات تطلع الكوبري وكل الحمولة ما تزيد هو يخاف أكتر ويبدأ يصرخ ويقول: الحقوني هقع، أنا مش قادر أشيل، أنا مش قادر حتى على حمولة 10 طن. لكن المهندس فضل يقوله: ما تخافش، أنا اللي صممتك وعارف حمولتك كويس، لسه بدري، وبعدين انت مش شايل الحمولة دي لوحدك، انا معاك، هقويك وهساعدك وهسندك. وابتدت الحمولة تزيد من 10 ل100 ل500 ل1000 طن، والكوبري مستغرب جدا انه قادر يتحمل ويشيل الوزن ده كله، ولسه ما وقعش ولا حصل له اي حاجة. وزادت الحمولة لغاية لما وصلت 2000 طن، وبرضه الكوبري ما حصلوش حاجة. ساعتها بس فكر الكوبري وقال: المهندس بتاعي بيحبني جدا عشان هو اللي صممني وعارف حمولتي كويس، ومش هيسمح بأي حمولة زيادة عن قدرتي وتحملي، لأنه ببساطة خلقني اللي يستخدمني لا ليهدمني. ولله المثل الأعلى. احنا كمان عاملين زي الكوبري ده. اوقات كتير بنقول لربنا: انت مزود الحمل علينا واحنا خلاص مش قادرين نشيل ولا نتحمل، او ان حجم الضغوط اللي علينا اكبر من طاقتنا. خليك واثق ان ربنا هو اللي خلقك وعارف حمولتك كويس جدا، ومش هيحملك ابدا اكتر من طاقتك، وكمان هيساعدك ويقويك. خليك واثق ان ربنا بيديك القدرة على تحمل التجربة وفهم الدرس منها. بتعدي علينا مواقف صعبة وأزمات طاحنة وبنستغرب ازاي قدرنا نعدي منها رغم ضعفنا وقلة حيلتنا، وده لأن ربنا بيلطف بينا ويهون علينا. فنعم الرب، ربنا القائل في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللهم ارحم ضعفنا وقلة حيلتنا واجعلنا أقوى بك. وما تنسوش تصلوا على النبي.